في وادي الأمانة عاشت الحيوانات على قاعدة واحدة: الصدق والولاء. الصداقة عهد، والوفاء كنز لا يضيع. كانت الزرافة زوزو الجميلة بتتمشى في الغابة، ومرة واحدة سمعت صوت غريب وقالت ايه الصوت ده؟ ولقت صندوق خشب قدامها وقالت يا ترى الصندوق ده فيه ايه؟ وطبعا الدب دباديبه جه لها عشان يساعدها في فتح الصندوق، وطبعا قالوا ده سر ما بينا. ولما فتحوا الصندوق لقوا فيه خريطة كبيرة قوي بتدل على مكان كنز كبير، فطبعا كلهم فرحوا. والدب دباديبه قال لها بصي يا زينة، احنا ده سر ما بينا والكنز هنقسمه سوا. قالت له طبعا يا سند، هو انا اقدر استغنى عنك؟ انت حبيبي، وطبعا احنا عارفين اسرار بعض. طبعا الثعلب تعلوبة ما عجبوش الكلام ده، وكان طبعا عايز يخلي زينة تاخد الكنز لوحدها، وراح لها وقال لها انت مجنونة يا زينة، انت عايزة تدي الكنز بتاعك لسند الدبدوب؟ هو كان عمل ايه يعني عشان يقسمك في الكنز؟ فطبعا زينة قالت له بعد اذنك، ده سند ده صديقي وملكش دعوة. قال لها انت حرة، شوفي بقى لما تاخدي الكنز لوحدك هيبقى معاكي قد ايه، ولا لما تقسمي سند. طبعا الزرافة زوزو بدأت تفكر في كلام الثعلب تعلوبة، وقالت يا ترى انا هعمل ايه؟ فراحت واخدة الصندوق وماشية بعيد من غير ما سند طبعا يعرف عنها اي حاجة، وقالت ربنا يسامحني. ولما فتحت الصندوق اتفاجئت ولقيت جوه بذور. بذور؟ فين الدهب؟ وطبعا سند سألها، قال لها يا زوزو هو الصندوق راح فين؟ قالت له طبعا الصندوق الرياح أخدته. قال لها بس أنا على فكرة مش مصدقك، وعينيك يا زوزو بتقول كلام غير ده خالص. قالت له لا صدقني، عشان خاطري صدقني، أنا ما بكدبش عليك يا سنم، انت صديقي وانت حبيبي. قال لها بس على فكرة انا حاسس ان في حاجة غلط، قوليلي بس كده يا زوزو ايه اللي حصل وانا طبعا هساعدك. طبعا زوزو كانت بتحاول تثبت للكل انها ما بتكدبش، وكل الحيوانات عرفت ان زوزو خدت الكنز لنفسها. وثعلب تعلبة طبعا قال لهم اللي يكذب مرة يكذب بعد كده يا زوزو، وهو طبعا السبب في كل ده. طبعا زوزو راحت لدبدوبة وقالت له ممكن ما تسمعش كلام تعلوبة، تعلوبة ده هو السبب في كل حاجة. وطبعا قعدت لوحدها تعيط، وكانت زعلانة جدا من اللي عملته لأن دي مش أخلاقنا. وطبعا في الآخر راحت اعتذرت من دبدوبة وقالت له ممكن تسامحني، انت صاحبي الوحيد، وهو سامحها.